السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونقدم لكم أبرز الأحداث وهذه أبرز العناوين. بعد المازوت، بن كيران يتعهد بتحرير الغاز إذا فاز البي جي دي برئاسة الحكومة. الملك محمد السادس يبارك عيد اليونان. ارتفاع الطلب على البصلة بعد الاقتراب من 15 درهم للكيلوغرام الواحد. تفكيك شبكة للهجرة في أكادير والشوكة. باستشارة مع وزيره السابق في حكومة العدالة والتنمية مصطفى الخلفي، الوزير الأول السابق عبد الإله بن كيران يتعهد برفع تحرير الغاز بعد أزمة المازوت إذا فاز في الانتخابات التشريعية القادمة. بعث الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى رئيس جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وأعرب الملك بهذه المناسبة عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب اليوناني بالازدهار والتقدم. ومما جاء في البرقية الملكية: كما يطيب لي بنفس المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن تطلعي إلى العمل سويا معكم من أجل تطوير العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية اليونان، بما يدفع قدما بتعزيز تعاونهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. أفاد تاجر معروف بسوق الجملة بإنزجان بأن جميع التجار لم يستوعبوا ما يحصل في الأسواق اليوم حول منتوج البصل، مشيرا إلى ارتفاع غير مسبوق على المادة رغم ارتفاع أسعارها. وأوضح التاجر ذاته بأن عملية استيراد البصلة متواصلة منذ شهر رمضان الكريم، مشيرا أن السوق المغربية أصبحت مطلوبة من طرف المنتجين الأوروبيين، حيث يفضلون المغرب على الكثير من البلدان من أجل تصدير المنتوجات الفلاحية. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 3 أشخاص، من بينهم سيدة وشخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.